اسمع كده وما تقلبش، والله العظيم قلبك هيرتاح. كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. من الاخر كده، اي حاجة هتحصل لك في حياتك فهي خير من ربنا، وربنا ما بيجيبش شر. ربنا بعد عنك حاجة بتحبها فهي خير ليك، سبت الشغل بتاعك فهو خير ليك، حتى كمان لو انت شغال باليومية ورزقك قل فده برضه خير ليك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بكل بساطة، ما تعرفش الرزق ده لو كان زاد ساعتها كان ممكن ايه اللي يحصل لك، او كنت ممكن تروح تصرفه على نفسك في مستشفى او عند الدكتور او في مرض. فعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اوعى تفكر ان الحاجه اللي انت بتحبها لما ربنا بياخدها منك فده شر. اقسم بالله العظيم خير. لو علمتم ما في الغيب لتمنيتم الواقع. فكل اللي عليك ارضى، ارضى وقول الحمد لله يا رب انا راضي، وارضى بنية صافية، ارضى من جواك. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر والشدة والضيق هيجي اليسر وهيجي الفرج. ربنا ما قالكش بعد، قالك مع، وعشان ده يحصل لك لازم ترضى. وان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وعقلك. ارضى هترتاح دنيا واخرة.